في غضون ذلك أكد زعيم ميليشيا بدر هادي العامري أن تنظيم داعش ما زال قويا ويحتفظ بقدرته التعبوية في تجنيد المقاتلين من مختلف أنحاء العالم بالرغم من الضربات التي توجه له في العراق وسوريا. وأضاف العامري خلال مقابلة تلفزيونية: أنا عارضت صدام حسين أكثر من 20 عام، ولو أعرف بأن بديله سيكون داعش لكنت أقف وأقاتل مع صدام ضد هؤلاء. قتلوا كثير من قياداتهم، بس خلي واحد يعرف انه لا يبالغ، داعش لا زالت قوية، عملياتهم بعدها جريئة وسريعة ومعتهم معنويات. هذا واقع، لا تسمعين هزمة وكذا. داعش لا توجد منظمة إرهابية لديها قدرة على تعبئة الشباب، تنظيم الشباب. أنا عارض صدام حسين أكثر من 20 عام. أنا شخصيا لو أعرف بديل صدام حسين، القاعدة أو النصرة أو داعش، لا أقف وأقاتل مع صدام حسين ضد هؤلاء.